السلام عليكم. البيض غالي مفيش كلام، وعشان كده بنبعد كلنا عن الحلويات اللي بتحتاج بيض، ونقول كفاية نستعمله في الأكل وخلاص وبلاش الحلويات. بس مفيش حد فينا ما بيحبش بلح الشام، خصوصا ان يكون هش وخفيف ومقرمش كمان. تعالي النهاردة اوعدك ان شاء الله ان احنا هنعمل بلح الشام هش وخفيف، وهيقعد معاكي كمان مقرمش يوم واتنين وتلاتة ومن غير ولا بيضة كمان. وهقولك على مفاجأة كمان في الفيديو اقتصادية وهتريحك طول شهر رمضان ان شاء الله. تعالي الاول نقول بسم الله ونبدأ بنعمل الشربات، لاننا عايزين الشربات يكون بارد وتقيل. فنبدأ بيه. اول حاجة هنحط كوباية ونص سكر، وهنحط كمان عليهم كوباية مية. نعصر على كل ده عصرة نص ليمونة بس، وبعدين نقلبهم شوية كده، مش هندوب السكر ولا حاجة، تقليب بسيط بس عشان السكر ما يتركزش في حتة واحدة. وبعدها هنحطها على النار لحد ما تغلي، واول ما يبدأ يغلي نحسب له 7 دقايق ونبدأ نطفي عليها، وكده يبقى الشربات جاهز. تعالي بقى نعمل المكونات الجافة. كوبايتين دقيق، اي دقيق متعدد الاستخدام، هننخلهم كويس ونحط عليهم ربع كوباية نشا. والنشا هنا هو اللي هيديله القرمشة اللي هتفضل معاكي لحد اخر قطعه ان شاء الله. عليها بقى رشه ملح بسيطه كده، ونقلب المكونات الجافه، لان ورشه الملح دي هي اللي بتظبط الطعم. بعد كده نركنهم على جنب ونبدا على نار على البوتاجاز. هنحط كوبايتين وربع ميه، عليهم ربع كوبايه زيت بس. ويفضل ان الزيت يكون نوعه كويس وملوش ريحه عشان ما يأثرش على البلح الشام. هنحط كمان معلقه كبيره سكر، ودي اللي هتديله اللون الذهبي. وما نزودش السكر عن كده عشان كمان ما يتحرقش منك بسرعه ويحمر من بره ويبقى من جوه لسه ني. ونضيف نقطة فانيليا عشان تدي ريحة حلوة. بعد كده أول ما تبدأ المية تغلي هنطفي عليها خالص، ونبدأ نضيف الدقيق بالتدريج. إيد تضيف الدقيق والإيد التانية تقلب وتحرك الدقيق كده، بس ما توقفيش خالص تقليب عشان الدقيق معاكي ما يتحرقش من تحت، لأن الطاسة بتكون سخنة. وتأكدي كمان إن النار تكون مطفية. هتفضلي تقلبي الدقيق كده في الطاسة لحد إمتى؟ لحد ما يتجمع كله وتحسي إن هو بقى كتلة واحدة. في الوقت ده بقى بتروحي شايلاه من الطاسه وحطاه في صينيه، حطاه في طبق كبير، بحيث ان هو يبرد شويه ويبقى كده فعلا الدقيق استوى معاكي. هنحطه بقى هنا في الطبق كده ونقول بقى اللهم اجرنا من النار وعذاب النار، من السخونيه اللي طالعه بس كده مش هتستحمليها طبعا بايديكي. هنغطي العجينه ونسيبها دقيقتين اتنين، وما نسيبهاش اكتر من كده لحد بس ما تهدى كده شويه، ولازم نغطيها عشان ما تنشفش وتكون طبقه ناشفه كده فوقيها. بعدها هتبدا نعجن بقى في العجينه كده لحد ما لمده تقريبا 7 دقايق. في النهايه بتكون العجينه معاكي ملساء وما بتلزقش. وصلتي بقى للعجينه دي يبقى كده تمام. هناخد جزء من العجينه ونركن الباقي، ونبدا بقى نشكلها. وحاولي تشكليها وهي لسه دافيه، هيبقى سهل عليكي قوي ان انت تشكليها وتقطعيها بسهوله. هتاخدي التب بقى بتاعه القمع ديت، او حتى القمع الصغير خالص اللي هو كان موجود عند امهاتنا ده زمان، يعني الشكل القمع او شكل التب بتاعته ما بتفرقش، دي على حسب رغبتك. عايزه تقطعيه بقى ميني كده صغير زي ما انا مقطعاه، عايزه تقطعيه طويل زي اللي احنا بنشوفه في المحلات بره، برضو دي حسب ذوقك وحسب رغبتك. انا فضلت ان انا اقطعه كده صغير. انا بالنسبه لي المقاس ده كان شيك قوي وكان حلو، وكمان بيبقى حلو قوي في التقديم. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش. المفاجاه بقى اللي انا وعدتك ان انا اقولها لك، ان انت بعد ما تقطعيه بالمنظر ده ينفع تفرزيه تسيبيه على طبق كده مفرود، وتفرزيه في الفريزر، يعني تحفظيه في الفريزر. بعدها بعد ما ينشف تروحي مجمعاه بقى في كيس وتحطيه وتشيليه الوقت اللي انت عاوزاه. وقت ما تكوني عايزه تحمريه بتطلعيه وعلى زيت سخن وتحطيه على طول، وتهدي الزيت عليه عشان يستوي. ولو انت ما عندكيش كيس حلواني فسهل جدا ان انت تستعملي التب بس كده بتاعه التشكيل، وتحطي فيها العجينه وتعملي واحده واحده، هتطلع معاكي بمنتهى السهوله ومش هتاخد وقت منك ان شاء الله. ويلا بينا بقى دلوقتي نحمر بلح الشام. اول حاجه هنختبر كده الزيت على البوتاجاز. والفرق هنا بين بلح الشام اللي من غير بيض ان هو بيتحط في زيت سخن، لكن اللي بيتعمل بالبيض لازم الزيت بتاعه يكون دافي مش سخن خالص، بيتقطع كده والزيت دافي. لكن هنا دلوقتي انا خليت الزيت بقى ساخن، وبعدين نزلت عليه بلح الشام. وخلي بالك ان انت ما تكتريش في الطاسه، يعني ما تمليهاش قوي، لان هو برضو حجمه بيزيد فما يلزقش في بعضه ويفضل محتفظ بنفس الشكل بتاعه.
نقطة كمان تخلي بالك منها ان انتي ما تجيش ناحيته خالص ولا تقلبيه الا لما تلاقي اللي تحت بدأ يتشمع كده وبدأ ياخد اللون الذهبي الفاتح. في الوقت ده بقى ممكن تتدخلي وممكن وتبدأي تقلبيه. لكن لو قلبتيه قبل كده ممكن الشكل بتاعه يروح منك، ويبقى التقسيمات اللي في بلح الشام المعروفة ديت تروح منه. بعد كده خلاص. في حاجة برضو نقطة تانية، ان بلح الشام بتطلعيه اغمق درجة من اللون اللي انت عاوزاه، لانه لما بيتحط في السكر او الشربات بيفتح شوية عكس الحلويات التانية. فاحنا هنا طلعناه اغمق سنة، وبعدين نحطه في السكر على طول، بنطلعه من الطاسة على الشربات مباشرة. خدتي بالك بقى كمان ان الزيت هنا لما نيجي نحط الطاسة التانية ما بيعملش رغوة زي بلح الشام اللي بيكون فيه بيض. اللي فيه بيض بيعمل رغاوي كده كتير في الزيت. طيب دلوقتي بقى احنا خلصنا اول طاسة بنحط على البوتاجاز، نروح حاطينها في الشربات بعد ما يكون بارد خالص تماما، وبأكد عليك انه يكون بارد وتقيل. بتسيبيه قد ايه في الشربات ده برضو حسب ذوقك، يعني بتحبيه مسكر قوي سيبيه حوالي 5 دقايق، بتحبيه يدوب سكر خفيف يبقى طلعيه بعد دقيقتين 3. ودلوقتي بقى عملنا بلح الشام الجميل الميني المقرمش اللي ان شاء الله اوعدك انه هيفضل مقرمش معاكي لحد اخر قطعة تعمليها. والف هنا في على قلبكم. دمتم في امان الله وحفظه ان شاء الله. ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. والسلام عليكم في وصفة تانية ان شاء الله.